وفي الجزء التاني من الفطيرة يا جماعة احنا بنفرد العجينة زي ما انتوا شايفين، ما تفردوهاش على الاخر، لا افردوها عادي لغاية ما نكمل كل الكمية اللي معانا. وبعد كده هنرجع لاول واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط الحشوة اللي احنا عايزينها. يعني في طماطم مقطعة، في فلفل مقطع مكعبات صغيرة، وكمان زيتون مقطع، وميكس جبن. دي الحشوة اللي انا عملتها. هي ممكن تبدليها باي حاجة تانية، ممكن تبدليها بسجق، لانشون، فراخ، اي حاجة تبقى حلوة معاكي. وهتطبقيها التطبيقة اللي انا وريتها لك دي، ومش هتحط لها زيت تاني لان كده الزيت بتاعها كافي جدا. والطاوة مدهونة على النار، وهتدهنيها وتحطيها وتقلبيها 5 دقايق من هنا و5 دقايق من الناحية التانية، وهتطلعيها وتلفيها بالشكل اللي انت شايفينه. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل. وبالهنا والشفا مع مطبخ أم يارا.